في مسلسل اتعرض الفترة اللي فاتت كان بيتكلم على مشكلة التشنج المهبلي. التشنج المهبلي هو ما ينفعش نقول انه تشنج مهبلي ونسكت، هو تشنج مهبلي لا إرادي. مفيش بنوتة بتبقى عارفة ان عندها تشنج مهبلي لا إرادي، ومفيش واحد راجل هو بيتجوز واحدة بيبقى عارف ان عندها تشنج مهبلي لا إرادي. هما بيكتشفوه ليلة الزفاف، وده بيتميز بانه بيبقى فيه خوف وقلق ورعب من العلاقة، بينتج عنها ان عضلات الجسم بتتشد، واكتر عضلات بتتشد هي عضلات الحوض، فتبتدي العضلات تقفل على بعضها، ولما بتبتدي تقفل العضلات بيبتدي يمنع قدرة الزوج على الدخول. ولذلك دايما الزوج يجي يقول لي جملة لطيفة قوي، يقول لي مراتي حيطة سد. اقول له ايوه مراتك حيطة سد، لان الحيطة دي اتبنت نتيجة الخوف، نتيجة انها شدت عضلاتها. درجاته متفاوتة ما بين انها مجرد بتبقى قافلة نفسها من تحت، او انها تبتدي تقوس ظهرها وتشد نفسها تبعد عنه، او ان يبتدي يبان على وشها تعبيرات الخوف والرعب والصريخ، او انها تدفعه بايدها او تدفعه برجلها. وده لان كل ما بتعلى درجات ان انا ببعد هذا الخطر عني، كل ما ده بيعكس لي هي قد ايه خايفه من العلاقه. طب هو سببه ايه؟ ما دام هو لا ارادي، سببه ايه؟ سببه انه زي ما اتفقنا العلاقه الحميمه ما بين الراجل ومراته هي مش ميكانيكا، هي فيها جزء كبير نفسي، والجزء النفسي ده ممكن نكون داخلين الجوازه موجود في ذهننا. بعض القصص اللي بتتحكى عن قد ايه التجربه الاولانيه كانت فظيعه، في بعض المستمعات بتركز في النقطه دي، والاخريات عادي معلومه واتقالت. بعضهم بيكون تعرض او سمع او مر بتجارب فيها نوع من انواع الايذاء الجنسي او الايذاء البدني او الايذاء الفكري اللي له علاقه بالعلاقه الجنسيه. معلومه قالتها لي واحده ان الزوجه وظيفتها انها تبسط جوزها، اختلفت معاها وقلت لها انه لا، العلاقه الحميمه هي لارضاء الطرفين، الطرفين لازم يستمتعوا. فلو انت داخله متخيله انك مجرد بتبسطيه، يبقى على اول حاجه مش عاجباكي فيه مش هتبسطيه. نمره 2 ان يكون حد تعرض لاي نوع من انواع الايذاء البدني او الجنسي، وده بيبقى ساعات سايب لهم فكره صغيره في ذهنهم مرتبطه بالالم، بالخزي، بالعار اللي بيبقى علاقته بالمنطقه دي من الجسم. فاي حد هيقرب منها هيصحي عندهم المشاعر السلبيه دي، فبيرفضوا ان اي حد يقرب. تفتكروا ان في زوجات ممكن يكونوا بيعانوا من تشنج مهبلي لا ارادي وما تعرضوش لاي نوع من انواع العنف البدني او الجنسي؟ الاجابه ايوه. لما بنسال هل في اي نوع من انواع العنف البدني او الجنسي اللي مريتي بيه سواء شخصيا او سمعتي عنه او عاصرتيه، تقول لك لا. فده مش مرتبط بده، اللي مرتبط اكتر هو طبيعه الشخصيه. هل هي شخصيه قلوقه، خووفه، انها تجرب حاجات جديده، من النوع اللي تحب دايما كل حاجه تبقى عارفه اخرها ايه؟ لان لو انا من النوع اللي عايز اعرف كل حاجه اخرها ايه وبقلق وبخاف من التغيير، طب ما هو اول علاقه في اي حاجه هتبقى جديده عليها. الشخصيات النمطيه، الشخصيات القلوقه هي اكثر عرضه، لكن تاني ااكد مش كل واحد نمطيه ولا واحده عندها قلق هيبقى عندها تشنج مهبلي لا ارادي. ايه حظك يا ابو حظيظ؟ وبنكتشفها بعد ما يتجوزوا. هم نفسهم لما بيكتشفوها احيانا بتبقى هي مستغربه ايه اللي حصل، وبيحصل هنا كره اللهب بتتكون. هي بتلقي عليه اللوم انه مش عارف، وهو بيلقي عليها اللوم ان انت مش متيحه لي ان انا اعرف. واحيانا كتيره تكرار المحاوله مع عدم النجاح، مش عايزه اقول الفشل بس بيحصل انه ما يتمش المراد، الراجل يبتدي يصاب بضعف انتصاب. وهنا بقى يبقى ده جاي نتيجه تكرار المحاولات التي لم تكلل بالنجاح. يصاب بضعف انتصاب، تروح ماسكاه في الحته دي تقول له ما هو انت مش عارف، الدنيا بتولع من قبل ما يرجعوا من الهانيمون، ويقعدوا ساكتين على الموضوع ده اسبوع اسبوعين ثلاثه، والدنيا تولع ما بينهم مع كل محاوله، ويبتدوا يحبطوا، ويبتدي يحصل عندهم نوع من انواع التجنب في العلاقه، ما بيحاولوش يدخلوا فيه، ما بيحاولوش ان هم يجربوا، لانهم خلاص كل مره بيجربوا ما بينجحوش ومش عارفين السبب ايه، ولو حصل فهم بيلقوا الاتهامات على بعض. دي جوازه مهدده بالطلاق، رغم ان السبب اللي هم هيتطلقوا عشانه سهل جدا انه يتعالج لو عرفنا ان الست دي عندها تشنج مهبلي لا ارادي، وهو لا يعني انها ما بتحبوش، انها مش عايزه تعيش معاه، ان هي مش راضيه عنه خالص. ملوش علاقه بشخصك، هو له علاقه بالفعل نفسه وما يمثله بالنسبه لها. ولو سمحت يا سيدي الفاضل، لو لقيت ان زوجتك عندها صعوبه في اتمام العلاقه، ان في تشنج مهبلي، بلاش تتعافى عليها، عشان لو اتعافيت عليها احنا بنزود التروما بتروما تانية. مش بس صدمتي ان انا ما عرفتش اتمم الجوازه، لا وكمان انت عنيف وعصبي وبتتخانق ووجعتني وجرحتني، وممكن تكون جبت لي نزيف ونخش في فيلم نكد نكد نكد. فاصبحت ان انا احل مشكله الدخول دي حاجه بسيطه جدا، جنب ان انا احل مشكله تداعيات المعافره اللي انت عافرتها، العنف اللي انت مارسته. فما فيش داعي للعنف. خلينا نفهم انه ده
حاله لا اراديه، هي لا مش قصدها خالص انها تحصل، هي اول واحده اتصدمت انها حصلت لها، فهي محتاجه ان احنا نستشير اخصائي، نشوف دكاتره، محتاجين ان احنا نروح نحل المشكله. السيناريو الطبيعي بقى والتطور الطبيعي لحاجه الساعه بيحصل، ما يتمش في الهاني مون، نرجع ونقول طب ما نشوف ايه الاخبار، ما يحصلش بعد شويه، نبتدي بقى ايه الاهالي تسال شمال في يمين، نداري حبه في الاول، وبعدين هناك من هو سيخبر العيلتين انه لم يتم الدخول بها بعد. اوبا، الام شايفه ان بنتها فله والاب شايف ان ابنه فله، فنبتدي العائلات تتخانق مع بعض، تبتدي بقى قذف الاتهامات، هنا ابنك انت، شوفي بنتك انت، بنتك مش راضيه تخليه يدخل ليه، وانت ابنك مش عارف يدخل ليه، ايه لهوي، نلاقي بقى ايه، يخشوا عليا ولد وبنت زي العصافير، ومعاهم شويه ناس كتير. اول حاجه من حق اهاليكم انهم يطمنوا عليك، بس مش من حقهم انهم يتدخلوا في حياتكم في حاجه زي كده. دي مشكلتكم، مشكله طبيه اللي هيحلها لكم دكاتره، مش هيحلها تراشق النيران الصديقه اللي بيحصل بين العيلتين، لان ده بيأثر عليهم بعد شويه بانه فاكر لما مامتك قالت لي، فاكره لما باباكي قال لي، فبنلاقي فيه كده ضغائن صغنطوطه بقت موجوده في الحياه. طب تشنج مهبلي لا ارادي نحله ازاي؟ اول حاجه نعرف الخلفيه بتاعه التنشئه كان شكلها ايه، المعتقدات الجنسيه الخاصه بيها كان شكلها ايه، افكارها عن العلاقه ايه، قدرتها على الانخراط في نشاط جنسي شكله ايه. نمره 3، هل في فعلا انقباضات؟ ولو في انقباضات، هم طريقتين بنعالج بيهم، يا الموسعات المهبليه التدريجيه، يا في الحالات اللي هي بتكون عندها مقاومه عاليه قوي، فبتتحقن نسب معينه من البوتوكس بيقوم بها طبيب جراحه امراض نساء وولاده متخصص ومعروف انه بيعملها. عشان كده التشنج المهبلي اللا ارادي هي حاله مرضيه بيفاجئ بيها العرسان الجداد، وعشان كده بحتاج منهم انهم يتفهموا ان احنا دي مشكله هنروح فيها للدكتور. فحد فيكم هيجي يسالني، هو التشنج المهبلي اللا ارادي ده بيحصل بس في العرسان الجداد؟ بيحصل في الناس اللي متجوزين بقالهم فتره طويله، بس عاده هنا بنلجا ان احنا للدكتور امراض نساء وولاده عشان خاطر ياكد لي ان مفيش اسباب عضويه هي اللي بتؤدي الى الالم، ولو هو استبعد لي كل الاسباب العضويه يبقى في حاجه نفسيه بينها وبين زوجها في الفتره الاخيره دي هي اللي مسببه الرفض للعلاقه معاه. ممكن تكون اي حاجه، من انه ما بيصرفش، يعرف عليها، اتجوز عليها، اي حاجه بس لها علاقه بالطرف الثاني بشكل مباشر، فبنحتاج نقعد معاهم ونعرف منهم ايه الحاجه اللي خلتها تحس انها مش عايزه تنخرط في نشاط جنسي معاه تاني، ليه مش عايزه تبقى مع جوزها في الفراش، لاسباب عاده لو ما هياش حاجه طبيه نسائيه فهي حاجات لها علاقه بسيكولوجيتها ناحيه الرجل اللي متجوزاه. التشنج المهبلي اللا ارادي ممكن يكون في اول الجواز، ممكن يكون في اي مرحله من الجواز، بغض النظر هو جه امتى، من المشاكل اللي بتعيق علاقه الراجل بمراته. عشان كده لازم نلجا للطب في اسرع وقت ممكن، قبل ما يحصل تراشق للنيران الصديقه، وقبل ما الموضوع يوسع، وقبل ما يحصل خلافات ما نعرفش نعالجها بسرعه. مراتك عندها تشنج مهبلي، انت عندك تشنج مهبلي، الفيديو ده لجوزك. حضرتك مطالب منك ان انت تبقى عارف ان دي حاجه ملهاش علاقه بيك انت شخصيا، هي مش رافضاك، هي مش بتحبك، هي مش زعلانه منك، هي مش بتتدلع، دي حاله مرضيه، ومفيش داعي ان حضرتك تتقمص وتزعل وتتخانق وتزعق او تحاول تستعفى عليها في العلاقه عشان ما تزودش المشكله مشاكل تانية. حضرتك ليك دور كبير في العلاج، اولا تبقى متفهم، ثانيا تبقى متابع التطور العلاجي، ثالثا وهو الاهم ان انت تلتزم بتعليمات الدكاتره. يعني لما الدكاتره يقولوا لك انه هيبقى في متاح علاقه تجربه بعد 3 4 ايام، ما ترجعش تقول لها ما هو خلاص اهو الدكتور قال كمان 3 4 ايام تقوم انت كمان يومين. احيانا في رجاله بتبقى مستعجله او تبقى رافضه ان ده بيحصل، فتبتدي تتصرف بشكل بيضر بالعلاقه العلاجيه ما بينها وما بين دكاترتها. احيانا كتير بطلب من الزوج ان احنا مش هنمارس علاقه كامله، ولكن هيكون هناك مداعبات وملاطفات في المرحله اللي احنا لسه بنهيئ الزوجه فيها لدخول العضو، لانه بصراحه لما بيبقى فيه تهيئه احنا بنحافظ على الحميميه ما بينهم اللي ممكن تكون وقعت نتيجه التجارب الكتيره اللي ما اتكللتش بالنجاح. من كتر ما بيجربوا وما ما بيعرفوش بيبتدوا ينفروا من العلاقه، بيبقى في صعوبه في انهم يرجعوا اصلا يبقوا في مداعبه وملاطفه واستظراف ما بينهم، تلامس ما بينهم بيبقى مات، بقوا بعيد عن بعض، بيبقوا خايفين من التلامس لحسن يودينا لنقطه الفشل. فعشان كده بيبقى دور الزوج هنا ان هو يساعدنا في انه التمارين اللي بنديها للزوجه والتعليمات اللي بنديها للزوج يلتزم بيها لحد ما نقول له سكتك خضرا يا حبيبي.